اخر مره ثار كان سنه 2000، 20 سنه فاتت. بص المنظر ورايا عامل ازاي. بركان في قاع المحيط، ومن قوه الانفجار طلعت البركان فوق سطح الميه. البركان ده بقى هو باتور. انا دلوقتي في محيط البركان نفسه، الارض كلها سودة. كل ما تقرب من البركان الطبيعه بتبقى اقوى، الارض بتبقى خصبه اكتر. هو ده انا لسه واصل حالا. دي بحيره باتور، وهنا بركان باتور اللي احنا هنطلعه. عاملين دي من صخور البركان. 20 خدتها من 6 على 25 يا جماعه في الاخر. يوم جديد من بالي، اندونيسيا. انا دلوقتي في منطقه اسمها كنتاماني في شمال شرق بالي، عشان جزيره اندونيسيا عليها بركانين نشيطين، واحد اسمه باتور واحد اسمه اجوج. فانا جيت اتسلق واحد من البراكين دي. المنطقه اللي انا فيها دي هي محيط بركان باتور. الهوستل اللي انا جيت فيه ده اسمه بلاك لافا، موجود في محيط البركان ده. واللي انا قاعد عليها دي ينبوع ميه سخنه طالع من الارض لانها جنب البركان على طول. طبعا اي حته جنب البركان بتبقى خصبه جدا، بس خليني احكي لكم قصه بركان باتور، وخليني اقول لكم شويه معلومات عن البراكين ممكن ما كنتوش تعرفوها. اللي عايز اقوله لكم بقى ان انا كمان الفلوجات هتنزل 3 مرات في الاسبوع. عايز اجرب انزل في سنه 200 فلوج، فعندنا 200 محاوله، يعني قدامنا تقريبا سنه نعمل فيديوهات ونجرب. دي غرفه الهوستل. بصوا معايا كلنا بننام جنب بعض. حان وقت المونتاج. الساعه دلوقتي 7 بالليل، 2 الفجر. هتحرك عشان اروح على البوينت، النقطه اللي بيتحركوا منها ويبداوا يعملوا الهايك عشان نطلع نشوف الشروق من فوق بركان باتور. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. احنا لسه 38,000، قربنا نوصل على 40,000. اليوتيوب صعب ومتعب ومرهق، وعايز على طول تفضل تنزل توست بالبيض. صباح الخير يا جماعه. الساعه 2 الفجر. هنطلع دلوقتي على بركان باتور ونشوف واحد من اجمل المناظر اللي هشوفها في حياتي. ساعات بسأل نفسي انا بعمل كده ليه، بس عشان احنا مختلفين وبنطلع بره منطقه راحتنا. هو ده اللي مخلينا مختلفين، ولا ايه؟ بدأنا التسلق. احنا في نص الطريق حاليا. ناس كتير قوي. You do this every day? Yeah. Every morning? Yeah. That's crazy. Welcome to Mount Batur. التجمع ده ناس بتشتري مننا حاجات. Good morning. بصوا المنظر بدأ يظهر. طالعين دلوقتي 1700 متر فوق سطح المية، فوق سطح المية. نايس شوت. بصوا المنظر ورايا عامل ازاي. يا جماعة احنا بقالنا ساعة ونص أو ساعتين ووسط السحاب حرفيا. دلوقتي المنظر من الناحية التانية عامل ازاي. واو رهيب. ايه قصة بركان باتور؟ من 30,000 سنة من على ويكيبيديا. الكلام ده قريته، محدش يقول لي جايبه منين. جايبه من ويكيبيديا. بيقولوا ان من 30,000 سنة حصل واحد من اقوى الانفجارات في العالم. الانفجار ده كان بركان في قاع المحيط، ومن قوة الانفجار طلعت البركان فوق سطح المية. انتوا متخيلين من قوة الانفجار بركان طلع فوق سطح المية؟ منظر عجيب، منظر عجيب بجد. بس ايه اللي بيخلي البراكين تنفجر؟ عامة آلاف الكيلومترات تحت سطح الأرض، قريب من مركز الأرض، درجة الحرارة تقريبا بتوصل زي الشمس. يا جماعة من جوه البركان طالع البخار ازاي؟ I'll check if it's اوف. Wow, it's very hot actually. That's crazy. واو. فبتسيح طبقة الصخور اللي فوقيها، بتتحول لحاجة اسمها ماجما، وبسبب ان الطبقة دي بتكون أخف من الطبقات اللي حواليها بتبدأ تطلع لفوق وبتحاول تهرب من أي فتحة في قشرة الأرض. الهروب ده هو ثوران البراكين. عشان كده معظم البراكين موجودة أصلا في قاع المحيط، وبيقيسوا انفجارات البراكين على 8 درجات. المهم ان كل ده مفيد جدا للتربة وبيخلي الأرض خصبة جدا. عشان كده المنطقة اللي حوالين البركان انتوا شايفينها في الدرون شوت كلها خضار ازاي.
طبعا سكان المنطقه كلهم هنا المفروض بيعتمدوا على الزراعه، لان حوالين البركان كله زراعه، ولكن بقوا يعتمدوا على السياحه، لان معظم الناس بتيجي عشان تطلع البركان ده وتشوف الشروق من فوق، لان هو المفروض واحد من احلى الشروق اللي ممكن تشوفه في حياتك. انا شفته في الصور حاجه خياليه، السحاب كله بيبقى تحتك. And where are you guys from? Melbourne, Australia. Australia. Nice. Nice to meet you guys and welcome to the vlog. Hello. Say hi to Egypt. Hi. What's your name? She's Laura. Laura, and you? Langelo. Langelo. Yes. Nice name, man. Thank you. And you? ضياء. شكرا. هو من المغرب وهي من لبنان. تتكلمي عربي ها؟ بحكي عربي. يا سلام، اللبناني احنا بنحب اللبناني جدا على فكرة. واحنا بنحبكم. ازيك؟ ازيك؟ ايه؟ عاملة ايه؟ حاليا في مرحلة النزول بقى. هناخد ساعتين تانيين. واو. المنظر. اللي فهمته ان كل الكرة دي في ظهر البركان، يعني هو لو البركان اهو، لو ثار او حاجه بيبقى الناحيه الثانيه. 2000 يعني البركان ده اخر مره ثار كان في 2000 سنه 2000 من 22 سنه. واو. How are you, man? Why? Tired. You do this every day. It was nice to meet you. Thank you, bro. Sunrise track. خلصنا الهايك. ساعتين طلوع، ساعتين نزول مرهق. اللي اتعلمته من التجربه ان اي حاجه عشان يبقى ليها طعم لازم تتعب لها. انا كل مره بطلع هايك ببقى كاره الهايك واقول يا ريتني ما طلعت، بس بعد ما بتوصل اللي بتشوفه بيعوضك عن كل حاجه. فهي ده درس ان اي حاجه هتعملها ملهاش طعم غير لما تتعب لها. دي نهايه الفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي ودرس جديد. انا عايز اتعلم من كل حاجه، من كل تجربه اعملها لازم يكون في درس معين اتعلمه، حاجه استفيد بيها. بس اشوفكم الفيديو الجاي يا جماعه. سلام.